واش حنا غنمسحوا التاريخ المدينه يسمعوا المقترحات ديالنا ويديروا ولا ما يديروش، ما عندناش اشكاليه. تصميم التهيئه ديال 2024 اثار الكثير من الجدل. انا هو رقم واحد في الملاحظات كقنيطري. بسؤال اخر يعني بصيغه اخرى، هو يخدم الساكنه ويخدم تطلعات الساكنه ولا كيخدم شي لوبي ديال العقار؟ لاعب الكره علاش هاد مئات الملايين ديال الدرهم حنا جالسين كنخسروها تمايا فيه؟ الناس ديال مكتب الدراسات واش ما كيعرفوش بان قنيطره تعيش اختناق مروري كاين تما 400 قطار غير ديال ولاد المبارك ديال رامي، طبعا خصو يضم عليه. راه دابا عندنا منعشين مشاو لسلا، عندنا منعشين مشاو للصخيرات. واش ما كتفكروش انكم تخوضوا غمار الانتخابات من اجل الدفاع عن المصالح ديال قنيطره والقنيطريين من داخل المجلس الجماعي مثلا؟ كنتمناو ان قنيطره يكونوا فيها ان شاء الله نخاب شابه بعدا، ونخاب اللي عندها الغيره على المدينه واللي قابله اننا نتحاسبوا معاها. إذن إخواني أخواتي، بعد عطلة دامت لأكثر من شهر نعود لكم مرة أخرى في برنامج حديث المساء في موسمه الثاني. اليوم نستقبل أحد أبناء مدينة القنيطرة، وأحد أبناء القنيطرة، وأحد أطر القنيطرة المهتمين بالهندسة المعمارية. نستقبل اليوم الأستاذ والمهندس السيدي محمد الزواوي. مرحبا بكم. مرحبا سيدي. لكن قبل أن نستمر في محاور هذه الحلقة التي نتمنى وننتظر أنها غادي تلقى واحد الإقبال وواحد التفاعل، لأننا سنتكلم على أبرز نقاط التي تهم ساكنة إقليم القنيطرة ومدينة القنيطرة بالأخص، والتي تهم تصميم التهيئة، هذا الملف وهذا الموضوع الذي خلق زوبعة من الانتقادات وزوبعة من التفاعلات. اليوم نستضيف محمد مهدي الزواوي ونرحب به مرة ثانية. هذا ابن مدينة القنيطرة، المهندس المعماري والحاصل على شهادة البكالوريا من ثانوية عبد الرحمن الناصر سنة 1990. سي محمد إلا خطيت في شي حاجة راني غير اجتهدت، انتم تصحوا لي. أكمل الدراسة والعمل بمدينة نونت الفرنسية، رجع لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية سنة 2003 بمسقط رأسه القنيطرة. وهادو هما أبناء القنيطرة اللي مشاو قراو وكدوا وجدوا ورجعوا إلى مسقط الرأس. وسي محمد الزواوي نموذجا هو رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين لمنطقة القنيطرة التي تضم 4 أقاليم. من بعد أنت غتقول لنا هاد 4 أقاليم اللي غادي نتواصلوا معك سيدي محمد في إطار التعريف بهذه الهيئة. عضو نشيط بالهيئة الوطنية للمهندسين، مكلف بمجموعة من الملفات الوطنية التي تهم هذا الملف والتعمير. بصفتكم سيدي محمد أنتم ملمون، ونستضيفكم اليوم على أنكم ملمون بملف التعمير، وأنتم من أبناء القنيطرة وأحد أطرها، لأن القنيطرة تزخر بمجموعة من الأطر. ونحن اليوم قضينا الموسم الأول في برنامج حديث المساء ولم نتواصل إلا مع نزر قليل من أطر أبناء القنيطرة. سيدي محمد مرحبا بك ونجدد الترحاب بكم. إلا نسيت شي حاجة سيدي محمد في التعريف أو لا في النبذة، أنا عارف راني مجحف في التعريف بشخصكم الكريم، لأنني أعرف أن سيدي محمد الزواوي هو غني عن التعريف عند أبناء القنيطرة، ولكن على المستوى الوطني هو كذلك معروف. ولكن أظن أنني أجحفت في التعريف باسمكم العزيز. سيدي محمد، بغينا واحد النبذة على الهيئة التي تمثلونها، المجلس الجهوي للمهندسين، تعريف والاختصاصات وحدود تدخلات هذه الهيئة. تفضل سيدي محمد. شكرا سيدي العزيز. إذا المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لمنطقة القنيطرة، هذا الاسم لمنطقة القنيطرة تم تغييره بعدما وقع تغيير في الجهات الإدارية. يعني كما يعلم الجميع بأن المملكة المغربية مؤخرا كان واحد التغيير وأصبحنا 12 جهة إدارية، إلا أن القانون الذي ينظم المهنة، لأن الهندسة المعمارية مهنة منظمة وحنا هيئة، يعني خلافا الجمعيات الهيئة بالنسبة للمهندسين المعماريين الانخراط في الهيئة هذا
مساله واجبه. والهيئات الجهويه والهيئه الوطنيه هما يعني كنقولوا باللغه الفرنسيه دي زوكسيليير دو ليتا، يعني كيواكبوا الاداره وبالاخص قطاع التعمير. المجالس الجهويه طبعا عندهم واحد مجموعه الاختصاصات، والقانون 16 89 هو اللي كينظمهم. ومؤخرا بعد ذاك التغيير اللي تم على مستوى الجهات الاداريه، القانون يسمح لنا باش يكون في نفس الجهه الاداريه قد يكون اكثر من مجلس جهوي، وكما هو الحال بالنسبه للقنيطره، وكما هو الحال بالنسبه للتطوان، بالنسبه للمكناس، بالنسبه للناظور، بالنسبه للجديده. يعني الوقت اللي كان ذاك التغيير على الصعيد الوطني، المجلس الوطني ارتأى انه يدير لقاءات مع الامانه العامه للحكومه، مع وزاره الداخليه، مع وزاره التعمير، باش نحاولوا ما امكن نبقاو في ديك الخريطه اللي كانت مسطره في التقسيم السابق. وطبعا لقينا واحد التجاوب مع الاداره ومع السلطه على الصعيد يعني المركزي، والقانون يسمح لنا بذلك، بحيث انه القانون المنظم لهيئه المهندسين المعماريين يمكن ان نجد اكثر من مجلس جهوي، شريطه ان يكون العدد ديال 50 مهندس معماري فما اكثر. وبالطبع المجالس الجهويه عندهم واحد العلاقه متينه مع السلطات الاقليميه، لان مثلا دابا حنا قبل ما يكون هذا التقسيم الاداري كان تابع لنا الاقليم ديال القنيطره، الاقليم سيدي سليمان، الاقليم سيدي قاسم، والاقليم دوزان. وطبعا مباشره من بعد ما تم التقسيم الاداري وطبعا بالموافقه ديال الامانه العامه للحكومه، بقينا في نفس التقسيم الاداري، وخرج واحد المرسوم في 2019 مرسوم اللي يحدد المجال الترابي لكل مجلس جهوي. اذا القنيطره بقى لها نفس التقسيم الترابي. بالنسبه للمهام والاختصاصات، طبعا كل ما يهم قطاع التعمير وقطاع البناء، الهيئه الجهويه عندها واحد الدور استشاري، عندها واحد الدور اللي كتواكب. قبل ما ندوزو المهام والاختصاصات ديال المجلس، تشكيله كيفاش يتم تشكيل المجلس الجهوي المهندسين. المجالس الجهويه والمجالس الوطنيه طبعا كاين انتخابات على راس كل 3 سنوات، والمشرع عطانا واحد العدد ديال الاعضاء اللي عندهم علاقه بالعدد المهندسين اللي كيزاولوا. الاقل عدد هو 13 مهندس معماري اللي هما يتم انتخابهم من القطاع العام ومن القطاع الخاص، وفي حال الانتخابات ديال الجماعات وهما اللي كيعينوا الرئيس ديالهم، كيعينوا واحد المكتب. مثلا ماشي التعيين، كاين انتخاب، ولكن انتخاب عاوتاني ذاك المكتب، يعني انتم رئيس ديال المجلس الجهوي منتخب. غير باش لان كاين الفرق، باش نوضحوا للمشاهد الكريم بانكم انتم منتخب من طرف واحد المجموعه ديال عباد الله اللي يهتمون بالمجال، ويقدر عددهم حسب التقرير ديالي. مثلا بالنسبه لمدينه القنيطره دابا وصلنا ل 130 مهندس معماري اللي طبعا صوتوا واختاروا واحد المجموعه ديال الاعضاء، وانتم رئيس، وهذوك المجموعه الاعضاء المنتخبين هما اللي كيعينوا الرئيس ديالهم. تمام. بالنسبه مثلا لمدينه بحال الدار البيضاء اللي فيها 1200 مهندس، العدد الاقصى هو 25 عضو. بالنسبه للمدن الصغرى 13. حنا قنيطره دابا عندنا 19 عضو. طبعا كاين مكتب، كاين رئيس، كاين نائب رئيس، كاين امين المال، والحمد لله كاين واحد التنسيق وكاين واحد التناسق، والمهندسين المعماريين الحمد لله حنا في الخدمه ديالهم، وكاينه واحد الثقه، والا ما نكونوش هنايا. نمشيو الاختصاصات ديال المجلس الجهوي، المجلس الجهوي للمهندسين. المجلس الجهوي طبعا يقدم خدمات للمهندسين المعماريين. غير باش ملي ندوزو للمحاور الاخرى يعرفوا الناس مع من كنتكلموا، راه سيدي محمد راه رئيس المجلس الجهوي منتخب. تفضلوا استاذ. منتخب، وحتى الاداره يعني كتميز ما بين المنتخب ديال هيئه منظمه وطبعا مع احتراماتي لكل الجمعيات، وانما الجمعيات لا تمثل الجميع، الجمعيات تمثل واحد الفئه معينه. اذا المخاطب الوحيد بالنسبه لقطاع التعمير هي الهيئه الجهويه والهيئه الوطنيه. تماما. يعني الاختصاصات ديال المجلس الجهوي المهندسين كيعطي المجلس الجهوي ينظم المهنه، يؤطر المهنه، يعطي آراءه في مجموعه ديال الملفات، بما فيها مثلا هذا الملف ديال التعمير وتصاميم التهيئه. اذا يعني كانت الحاجه الى اختصاصاته، راه هو كيكون طبعا رهن الاشاره. الحدود ديال التدخل ديالكم، مثلا دابا عندنا تصميم التهيئه ديال مدينه القنيطره، الحدود ديال التدخل ديالكم، وحنا لاحظنا بانكم وقفتوا وقفتها رجل واحد ب 130، باش ما نحصروش، باش ما يقولش المشاهد الكريم باننا حنا نتكلم مع مسيو الزواوي كشخص، راه هو يمثل 130 عضو مهندس معماري في المجلس الجهوي. طبعا تماما. حنا باش نوضعك في الصوره، يعني قنيطره اللي هي عندها القسط الاكبر الاهتمام، لان
90% و 95% ديال المهندسين المكاتب ديالهم في مدينه القنيطره، ومدينه القنيطره راه كانت عاصمه الغرب. يعني واخا داك التقسيم الاداري ما بقاش عندنا داك هي ما كانتش، ولكن لا تزال بقوه اداريا بقوه الاسم. ولينا تابعين شويه للجهات الرباط سالا القنيطره. منين جبتي لي تصميم التهيئه، وربما الجدل والنقاش الحاد اللي كان في شهر 8 وفي شهر 9 2024، طبعا الهيئه ولا رئيسها ولا اعضائها ما كانوش كيتكلموا باللسان ديالهم بالمفرد، وانما كانوا كيمثلوا مجموعه المهندسين المعماريين، وكنا حالين نقاشات ولقاءات بيناتنا اولا قبل ما نخرجوا قبل ما نمشيو لذاك اللقاء اللي مع الاداره ولا مع السلطه، باش كنبديو بالراي ديالنا. تصاميم التهيئه يعني بصفه عامه راه كاين تصميم تهيئه وكاين تصميم تهيئه، راه ما يمكنش نقارنوا تصميم التهيئه ديال قنيطره مع تصميم التهيئه ديال واحد الجامعه ديال مثلا ديال ونانه اللي في اقليم وزان ولا غير ديال القصيبيه، لان قنيطره راه عندها القسط الاكبر ولي زونجو كنقولوا يعني الانتظارات كبيره، والوتيره باش غادا للمدينه الا ما واكبتيهاش راه بحال واحد القطار غادي بواحد فائق السرعه، ولا انت بقيتي غادي بسرعه اللي خفيفه، يعني ما كتبقى مشى لك كل شيء. وهذا الشيء اللي طبعا حنا عشنا تصميم ديال 2004. انا كنت كنت جيت السنه الاولى، ولكن كانوا الزملاء والمهندسين المعماريين الاكفاء اللي كبر من نفسين واللي لقنوا لنا تجارب واللي واكبوا ديك المرحله ديال 2004 ديال تصميم التهيئه ديال 2004. واللي هذاك الوقت هذاك التصميم التهيئه اللي خرج 2004 كيف ما بغى يكون الحال كان النتيجه ديال واحد العمل وديال واحد المشاركه بما في هذه الهيئه الجهويه ديال ذاك الوقت. انذاك كانوا مهندسين معماريين لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، لان الهيئه تجمع المهندسين من القطاعين، ما كاينش تمييز ما بين المهندس القطاع العام ولا المهندس القطاع الخاص. ورغم ان كان مكتب الدراسات ديال التصميم ديال 2004 هو المرجع اللي عندنا، ربما كان التشاور اكبر، وكانت حتى المدينه كان ذاك الوقت دازت واحد المرحله اللي عاد بدا واحد التحول. دابا الظرفيه الحاليه كما يعلم الجميع من 2004 بقينا حتى 2024 عاد خرجنا واحد المشروع ديال تصميم التهيئه، واللي ربما ودزنا ثاني المرحله ديال كوفيد ما نساوهاش. حيت هذيك المرحله ديال كوفيد راه من 2020 ل 2024 بحال كان واحد الفراغ واحد البوز، والوقت ما كيرحمش، ما كانش كينتظر حتى الجميع. يعني حنا من القنيطريين من المتتبعين للشأن المحلي حتى كنا شفنا ديك الوثيقه كيفاش خرجت وداك التصميم كيفاش خرج، وطبعا كان عندنا موقف لان تحاسبوا امام الله، تحاسبوا امام الملأ، وبالاخص اننا حنا مهنيين ما يمكنش نسكتوا على شي حوايج اللي ما مقتنعينش منهم. وحنا انت راه قلتي في الاول حنا ابناء مدينه القنيطره، وليس غير ابناء مدينه، حنا باقيين في مدينه القنيطره، ابنائنا كيقراو هنا كابرين هنايا، استثماراتنا كلها هنا، حنا ما عندناش فين نمشيو. يعني هذه مدينتنا الا صلحات لينا ولا كانوا فيها اخطاء ولا كانوا فيها نقاط سوداء، راه حنا اللي كنجلسوا السبت والحد هنايا، حنا اللي كنخرجوا بالليل، حنا اللي كندوزوا رمضان، حنا اللي غنبقاو حتى غنموتوا هنا. هادشي اللي كنقولوا حنايا غادي ندفنوا في قنيطره. اذا ماشي المهندسين المعماريين يعني الغالبيه ديالهم ساكنين وعايشين وتايقين في هذه المدينه هذه، راه ماشي غير القوت ديالهم اليومي ولا ومشاو سكنوا في مدن اخرى ولا مستثمرين في دول اخرى، راه هنايا. هذا الشيء باين ومعروف ويشهد به الجميع، وابناء مدينه القنيطره وساكنه مدينه القنيطره هي اللي غادي تقيم العمل ديال ابناء القنيطره، وهما الوحيدين اللي عندهم الحق ديال تقييم عمل ابناء تصميم التهيئه ديال 2024. اثار الكثير من الجدل، اثار سوبعه من الانتقادات. في نظركم الاستاذ وبحكم التخصص، ما هي اسباب تاخر او ما هي الخطوات التي يجب سلكها من اجل تصميم التهيئه يرقى الى مستوى التطلعات ديال الساكنه القنيطريه ويرضي جميع المتدخلين؟ يعني نحن نعرف بان هذا الجدل اللي خلقوا تصميم التهيئه 2024 مازال غادي نرجعوا ديال 2004، غنرجعوا استاذ ما تهضرليش عليه لان غنرجعوا له. حنا كنهضروا ديال 2024 تاخر، علما اننا شاهدنا مجموعه من الانتقادات وشاهدنا واحد المجموعه ديال الامور التي رافقت هذا المشروع، ودارت مجموعه ديال الندوات وتم مناقشه الامر مع المجتمع المدني، وتم استدعاء الهيئه وتم استدعاء المجلس الجهوي للمهندس. ولكن رغم كل هذا الجدل اللي خلقه هذا تصميم التهيئه، اليوم ما عندناش خبر، والمتتبع الكريم لا يملك خبرا على مآل هذا التصميم.
التصميم ديال 2024. 2024 هذاك مشروع التصميم. انا نبغي ديما نسطر وندير بين قوسين مشروع التصميم. تماما. الوغ مشروع التصميم 2004 اللي كنسمي ديما مشروع التصميم 2024 يعني طالع عليه الجميع في غشت 2024 يعني 12 غشت 13 تنشر في الجامعه لان القانون يؤطر كيقول لك بانه الجامعه عندها شهر ديال النشر، ومن بعد ما غادي يسالي هذاك الشهر ديال النشر كيبدا واحد الكونتور، كيبدا واحد العداد. هذاك العداد وقتاش غينتهي دابا؟ غينتهي نهار 13 شتنبر 2025. يعني في ديك السنه الا ما تنشرش في الجريده الرسميه هذاك المشروع ولا تصميم ولا ملزم، غير نفتحوا حنا واحد القوس، لان الناس بزاف كيقولوا راه تنشر في الجريده الرسميه وراه هو ماشي هو اللي تنشر في الجريده الرسميه. غير بغيت توضح للمتتبع الكريم اشنو تنشر في الجريده الرسميه بين قوسين باش تكمل النقاش ديالك. الو بين قوسين اشنو تنشر في الجريده الرسميه في شهر 7 2025 هو واحد القرار ديال المجلس ديال دراسه تصميم التهيئه وتحديد يعني التحديد الجغرافي ديال الدراسه اللي غيشملوا وهذا الشيء راه تعطل 4 شهور او 5 شهور عاد تقدي تنشر، لانه وكتعرفوا بانه وقع واحد التغيير طبعا في السلطه الاقليميه بالسيد العامل اللي تا هو عنده واحد التوجه جديد. يعني باش نقطعوا مع هذاك الاخر راه ماشي تنشر، راه تنشرت حاجه اخرى. نشرات لا ميزا ليتود كمل الدراسه تنشرات في شهر 7 وعندها واحد الاجال ديال 6 شهور تماما، وخرجت في الجريده الرسميه ديال الجريده الرسميه في شهر 7 كتقول بان دابا راه خصنا واحد التصميم تهيئه عاد ينطلق. دونك تفضلوا كملوا النقاش. ولكن هذاك القوس ما لان شهر 7 شهر 9 ما كاينش شي فرق كبير. دابا حنا اش كنشوفوا بان هذا المشروع ديال تصميم التهيئه اللي من 13 شتنبر 2024 راه ولا ملزم مجموعه ديال المناطق وديال الحالات اللي مشاريع استثماريه، ناس ملاكين ملي كيتحاوروا مع الاداره اجاو من الاداره تقول لهم سمحوا لي رانا عندنا واحد المشروع غادي نتسناو عام، يا اما تطبقوه كيف جا هذا هو القانون، يا اما تسناو حتى يتنشر. الا ما تنشرش من هنا سنه اجي باب النقاش مفتوح. والجدل الاهم اللي كان واللي ربما خلق واحد الزوبعه واللي واحد السابقه في مدينه القنيطره، لان قبل هذا الشيء في 2019 قبل كوفيد راه عشنا تصميم القطاعي ديال لاكار لو باس، هذاك راه داز مرور الكرام. ربما البقعه الارضيه اللي كان فيها صغيره وكتهم من الاكثر الجهه الاخرى ديال السكه الحديديه. وحنا وعبدوا ربيه اول واحد في الريجستر، الا رجعنا لي ريجستر ديال الملاحظات انا هو رقم 1 في الملاحظات كقنيطري، ماشي كرئيس الهيئه، كموقع في تعرض، ماشي في التعرض، في الاقتراحات. انا كان عقل كان واحد النقاش ذاك الوقت، وكنا كنا طلبنا من ذاك الوقت من رئيس الجامعه، كنا ذاك الوقت حنا كهيئه طلبنا منه قلنا له عافاك راه هذا البحث العلني اللي في الجامعه عندكم شهر راه القنيطره راه ما عرفوش في الشارع، ربما خصكم ديروا لافتات في الزنقه، ربما حدا لاكار ديروا دي بونكارت ديروا الناس باش يعرفوا يجيو يديروا ملاحظات ديالهم، ربما استغلال ذاك الاعلام اللي كيستغلوه في مجموعه ديال الامور اخرى مثلا. ولكن القانون كيقول لك بان ذاك الريجستر غيكون غير في المحل الجامعه. هذا لا يعني ان ما يمكنش ندير اشاره ونقول للناس اجي وسيدي طالعوا عليه شوفوا، الا انه القنيطريين ما كانوش ماشي مهتمين به، ما معنيينش به الا القليل، الا العارفين. وكانوا من مجموعه الملاحظات اللي كنا كنركزوا عليها احنا مثلا هذيك المحطه ديال القطار اللي كنعرفوها لاكار الكبير قنيطره، عبدوا ربيه من الناس اللي كنا كنتعرضوا كنقولوا خصها تبقى كمعلمه. لاكار الصغير، لاكار الكبير، يعني المعلمه القديمه اللي كان قبل ما يتبنى الجديد، باش يعرفوا المشاهد الكريم على ما كنت يكون متحف، يكون لان ما يمكنش عنده قرن. واش حنا غنمسحوا التاريخ ديال المدينه؟ علاش؟ لان ذاك التصميم التهيئه وذاك النظام جابوا لنا تما قال لك بغاو يديروا واحد لاطور. الا بغيتيو ديروا واحد لاطور جديده، واحد العماره ديال 30 طبقه، ديروها من الجهه الاخرى ديال المحطه. علاش بالضبط تمايا؟ طبعا ما كانش مع المجلس السابق ما كناش متفقين عليها، دونك في الاخر هاد الملاحظه ولا هذا التعرض لم اخذوه بعين الاعتبار. هذا نرجعوا لهذا السؤال في اطار الحديث على مجموعه ديال البنايات اللي تعتبر تاريخيه في التاريخ ديال المدينه. كلاسي باتريمون كتسمى. انا بغيت نهضروا مصنفه الهفوات بحكم انكم متخصص الاستاذ، وبحكم انكم بنوا المدينه، وبحكم انكم متتبع للشأن المحلي. الهفوات اللي جا بها هذا تصميم التهيئه اللي كنتسناو الى قفل 13 شتنبر وما بان والو، دونك حتى المفعول هو اللي سمحتي لي انا ذاك القوس مجموع الهفوات
مجموع الهفوات هذاك القوس اللي فتحتي كل كيفاش عنده القراءه. كاين اللي كيقول لك اسيدي صافي خرج في الجريده الرسميه في شهر 7 ماشي هو اللي خرج، لا خرج القرار ديال بان لا ميزاليتود، بان دابا غادي نديروا دراسه جديده. يعني ذاك المشروع ما بقيناش كنهضروا عليه. وكاين اللي كيكون نتسنى كاع لينا في 13 شهر 9 ما بقاش شي واحد يلزمنا بداك المشروع. صافي هذاك غادي تمسح يتنسى، غنبداو صفحه جديده. هنا يا اما نخدموا بالقديم ديال 2004 لان هذا هو العقل السليم. يقول لك ما يمكنش تخلي الفراغ لان الطبيعه لا تحب الفراغ، ما يمكنش حنا نوقفوا. وهذا الشيء شنو كيهم وسط المدينه، لان وسط المدينه 85% او 90% ديال النسيج راه مبني، راه بقاو بقاع صغار هما اللي بقاو. واش كنظنوا هذوك هما اللي غادي نحبسوهم؟ ما يمكنش. خلافا للمناطق اللي شويه بعيده على وسط المدينه، منطقه العصام، منطقه الفوارات، نقولوا في الطريق ديال عين السباع، طريق الرباط، هذوك اللي كاين مناطق جديده اللي هذا المشروع ديال التصميم عطاهم واحد التوجه اللي ربما كانوا بزاف ديال التعرضات عليه. رجعوا للهفوات اللي حملها المشروع ديال 2024، المشروع ديال 2024 تصميم ديال 2024 مجموع الهفوات اللي خلقت لنا هذا الجدل كامل على مستوى الشارع العام. لان اليوم القنيطره كلها تتحدث بدون استثناء، اصبح قضيه راي عام. تماما. ربما يعني المتتبع ديال الشأن المحلي كاين دي كاتيجوري، كاينين اصناف. كاين ربما عنده بصح على واحد الغيره على المدينه وما عنده لا عقار، ما عنده حتى شي مصلحه هو كاع ولا منفعه، ولكن بغى جرده كتهمو المدينه. كيقول لك يعاتبو، قال لك اسيدي هذا المشروع بقى مشروع اسمنتي، الكثافه غير غادي تضاف، غنحلوا مناطق اخرى للتعمير وسط المدينه وحنا كنعيشوا معضله ديال السير والجولان، معضله ديال النظافه، مشاكل ديال التدبير اليومي. وكاينين اسيدي ملاكين مثلا نهضروا على المنطقه ديال العصام، ديال المنطقه ديال العصام. ملي كنشوفوا دابا القنيطره الكبرى على الصعيد العالمي، اش كتسمع على قنيطره؟ كتسمع المنطقه الصناعيه. المنطقه الصناعيه واحد 50,000 غدا تولي 80 100,000 ديال العمال. فين غيسكنوا هاد الناس؟ حيت حنا دابا في سيدي يحيى ولا في عامر ما قديناش نخلقوا لهم واحد المدينه جديده ولا واحد القطر اللي مستقل يقدروا يسكنوا فيه. كلشي كيجي يسكن في قنيطره. فين كيسكنوا هاد الناس؟ الاغلبيه ديالهم وحنا كنشوفوا داك الاقتصاد المروري بداك الشيفت ديال في 3 المرات في النهار ديال دوك لي ميني بيس. كلشي كيجي كيترافيرسي العصام اللي قريب عليه وكيجي للغولف، كيجي للحداده، كيجي للاليونس، كيجي للبيرامي، كيجي لولاد وجيه. اذا لماذا لا هذيك المنطقه ديال العصام؟ واخا كاين بعض الخبراء كيقول كاينه الفرشه المائيه وكاين مجموعه ديال واحد الصعوبات التقنيه، ولكن حنا بلا ما نضروا بالفرشه المائيه خصنا نفكروا. وتمايا ناض واحد المجموعه ديال الملاكين، انا ماشي معاهم وانما مع المنطق. حيت انا ما يمكنش البلاصه اللي فيها رسوم عقاريه حره ديال القطاع الخاص نرهنها ونمشي نبغي ندير التوسع في اراضي الجموع ولا في اراضي ديال الدومين. بغيت نهضر على الهفوات ديال اللي جابها هذه منهم جوج. انا غندي طيو وغادي نمشيو للتوسع العمراني وغادي نمشيو للزياده العدديه ولا النسبه ديال الزياده ولا الكثافه السكانيه وكيلومتر كاري ولا الشيء. الهفوات يعني 1 2 3 4 كاين هذا الشيء اللي هضرتوا عليه نتوما، كاين ديال التنطيق. فوالا زيد تنطيق العصام مثلا. هذاك المشروع شافها بواحد الشوفه، اقترح تما منطقه سياحيه من سفلي وطابق منازل بالخشب. واش بالله علينا واش كاين شي مستثمر غادي يجي تما في ذاك الطول كله غادي يدير سياحه؟ وحنا تما فين عندنا الطلب ديال السكن؟ عندنا سيدي باش نقول لك ان هذيك المنطقه دابا هذيك كتسمى لا زيت بترول شون كابطو. عندنا المشكله عاوتاني اللي راه من التصميم سيدي 2004 هذيك المنطقه شنو كيقترح فيها؟ راه كيقترح فيها عمارات، فيلات، سكن اقتصادي ومنطقه ديال الانشطه. الا انه الناس تصور ان الناس مستثمرين شراو تما اراضي ب 1000 درهم المتر مربع، تما الهكتار كيسوى 10 مليون ديال الدرهم. مجموعه ديال المستثمرين شراو اراضي، وضعوا تصاميم، وضعوا مشاريع استثماريه، وقفوا لهم المشاريع من سبب شنو؟ ان الوكاله المستقله للماء والكهرباء كتعاتب كتقول لك ما كاينش لاسينيسمون، ما نرخص لكمش. يعني الجامعه الوكاله العماله كيعطيو الراي الموافق، كتجي في الاخر الوكاله المستقله كتقول لك انا ما عنديش لاسينيسمون. والناس راه شراو بدي نوت دو رونسينيمون، يعني خداو بطاقه معلومات من الوكاله الحضريه، شراو عقود عند موثقين. كاين شحال من واحد اعتبر راسو بحال ما نقولكش النصب، ولكن كيف انا شريت حطيت المشروع كيقول لي ما عندكش الماء، ما عندكش الواد الحار فين غيمشي، لا يمكن. وكيجي كيشوف التجزئه ديال العصام ديال العمران هذيك عطاو واحد ليكسيبسيون ودوزوا ليها واحد لو كانال، و20 عام وحنا كنتسناو. وانتم منين خرج التصميم ديال 2004 فين كنتيو في الاول
ترفضوا. كاين مشكل تقني. انا كنفهم دابا ماشي هي الاشكاليه ماشي في الاشخاص ولا في المسؤولين ديال الوكاله المستقله، وكيقول لك الغالب الله خصنا دي ستيب، خصنا دي زون، خصنا داك الماء يتريطا، خصنا لي زو بلوفيال خصهم يقطعوا للسكه ديال الماشينه باش يمشيو لواد السبو. كيقول ما عندناش امكانيات، وجدوا لنا الوعاء العقاري وجدوا لنا الميزانيه، ولكن راه مئات الهكتارات اللي تصميم سيد 2004 خصصهم لواحد النوع ديال الانشطه وديال البنايات. هنا كاين تناقض. دونك هي مشات لينا 20 عام، وهذا التصميم هذا المشروع اللي جا بحال لا بغا وغنديروا لكم تما منطقه سياحيه، دوك ما يدار والو. مشينا ثاني للفوارات. دابا الفوارات واحد المنطقه قداش داروا واحد لي فيرم دو فيل، واحد مشاريع شويه فيها بحال الضيعات صغار. هذيك الفوارات ثاني خصنا نشوفوا، حنا كنقولوا لا ماب كاداسترال وكنشوفوا الفونسي، كنشوفوا الوعاء العقاري واش قطاع خاص. لا الفوارات فيها بزاف الدومين، فيها بزاف ديال الضيعات هذوك بما انهم ديال الدومين خصهم مقاربه اخرى. عاوتاني نمشيو لطريق الرباط. طريق الرباط هذيك يلاه ريزيرف دابا فونسيير اللي عندنا واللي كتجي ساهله، كلشي كتجيه ساهله. وهذاك بعدا لو ريجيم فونسيير يعني الوعاء العقاري ما عندناش فيه مشكل، كاينه غير الغابه نحيدوها. الجهه الاخرى ديال لابوكل ديال واد سبو حتى هي شحال من متتبع وشحال من مهتم كيقول لك ولماذا لا نفتحوها للتعمير. في التصميم التهيئه السابق راه كانوا فيها اسبازير، كانوا فيها دي تيران سبور، ولكن حنا نكونوا واقعيين، راه ما عندناش امكانيات باش نقطعوا الجهه الاخرى. راه كيف عندنا مشكل باش ندوزو تحت السكه ديال الماشينه، عندنا مشكل مادي باش نقطعوا الجهه الاخرى. عاد كنهضروا على داك لابوكل، هذاك الجهه ديال الواد شكون هو مولاها؟ راه كاينين صحاب التجهيز. دابا مؤخرا في الهفوات هذا تصميم التهيئه تصور دوك المشاريع اللي كاينين على لا كورنيش، دوك القهاوي وداكشي، جا تصميم التهيئه حيدهم. واش بغاو الناس يمشيو للمحاكم معاهم؟ ناس عندهم استثمارات، جا تصميم التهيئه دار ما فيهم والو، يعني سماهم اسباس فير وسماهم برومناد. يعني بحال هاد الناس اللي خدموا هاد مكتب الدراسات بحال ما عايش في شي عالم اخر، ولا وكان بالاشجار يجي ويتسارى ويشوف ويسول ويعرف، لان راه واحد جره قلم راه عندها توابع. تمام. راه بحال كتجي لواحد مثلا عنده دابا تصميم التهيئه او القانون اش كيقول لك، عنده الالزاميه ديال 10 سنين، كيجي الارض ديالك كيدير لك فيها واحد المشروع ولا واحد المرفق، ولكن الجامعه راه ما عندهاش باش تقتنيه، حتى شي اداره ما عندهاش، كيبقى هذاك 10 سنين مرهون. اذا حنا ضيعنا 10 سنين، و10 سنين كيكونوا فيها تغيرات. في حين دابا المطالب ديال الساكنه تطالب بكورنيش مثلا ديال القنيطره، خصوصا الضفه اليمنى، يعني بغاو في اطار التصميم تاعي يكون كورنيش مثلا. تماما. وكاين ونفس الشيء نقدر نهضر لك على الجهه ديال الفروسيه، على داك القريه الرياضيه اللي وضعها طبعا، لان تصميم التهيئه ديال قنيطره اول واحد راه كان مع يعني ملي كانت الحمايه الفرنسيه 1912 1913 كان واحد التصميم زعما مثالي، وحنا ما قديناش اليوم نتغلبوا على هذاك المضاربه اللي كاينه. كنعرفوا كاع القنيطريين هادو ولاد الفيلاج، هادو ولاد المدينه، يعني هذيك الصمطه ولا ديك لا بوند ميليتير مازال ما قديناش نتغلبوا عليها، راه باقه فارقه، في حين اننا خصنا يكون عندنا التواصل ما بين الجهتين. وهاوتاني كاين جهه تصميم التهيئه، واش كيخصص لنا هذيك المنطقه كلها، المنطقه العسكريه. حنا كانت المنطقه العسكريه واحد النهار غادي تمشي، خص يستافدوا منها القنيطريين، خص يكونوا فيها مرافق، خص يكونوا فيها فضاءات خضراء، خصهم يكونوا فيها مرافق اللي يربطوا الجهتين، ماشي عاوتاني نرجعوا للبناء ونرجعوا للبناء الافقي ولا البناء العلوي بواحد الكثافه. أستاذي الكريم، بحكم أنكم ابن أولا ابن القنيطرة، وبحكم أنكم متخصص، وباعتباركم مهندس معماري، وبحكم أنكم يعني نهلتم مجموعة من التجارب ممن سبقوكم من الأطر والمهندسين، وأنا عارف بأنك أنت لست بذلك الإنسان الذي يتكلم من فراغ، وإنما استلهمت تجربتك وامورك من مجموعه الناس اللي سبقوك، وانا كنعرفك انسان علمي كذلك. وبحكم انكم شاهدون على عصر بحكم انكم ابن المنطقه، تقييمكم العمليه التنزيل ديال التصميم ديال التهيئه ديال 2004 في المقارنه مع 2024، بعدا نمشيو ل 2004، التقييم ديالكم هاد التصميم بعدا ديال 2004 اللي حنا تجاوزناه ومشينا ل 2024، ما تقييمكم وما مدى التنزيل ديالو على ارض الواقع؟ التصميم ديال 2004 طبعا الوقت اللي خرج للوجود وتنشر في الجريده الرسميه، يعني بالنسبه لبزاف القنيطريين ما كانوش استوعبوه
ذاك الوقت في هذاك الوقت في ماذا فيما يخص وسط المدينه، لان 2004 يعني وسط المدينه لافيلوط ميموزا شارع مولاي عبد العزيز الجهه ديال لاكار الجهه ديال العماله كانوا فيلات. طبعا كاينه ولا واحد طلب متزايد على السكن مدينه القنيطره، وقنيطره تعطى العلو، تعطى في شارع محمد الخامس اير بلس 8، الشيء الذي ما كانش كاع في الرباط وفي مدن اخرى. 2004 2008 بدا الانعاش العقاري كما كتعرف، كيعرفوا القنيطريين جاو بعض المنعشين من مدن اخرى ولا من القنيطره وشراو دي فيلا ريبهم داروا عمارات، يعني الناس بدات كتسكن شي شويه في وسط المدينه، ولا شويه بشويه تدريجيا ولا الاكتضاد المروري، الاشكاليه اللي كاينه في التطهير، لان ربما الوسط المدينه وكانوا مجموعه ديال المتتبعين الله يرحمه البوصيري تا هو كان عقل شحال من اللقاء شحال من اجتماع كان ديما كيشير لهم لهذه المساله، كيقول لهم راه وسط المدينه يعني تدرس على واحد العدد الساكنه، دابا كنوليو كنضربوها في 10 وكنضربوها في 15 وكنضربوها في 20، ولكن هذه هي العصرانه بغات هذا الشيء، ما عندنا ما نديروه في واحد الوقت. في نفس السياق تحلوا مناطق جداد للتعمير. في 2004 كانت ذاك الوقت يلاه الحداده بون ولاد وجيه وداك الشيء كانت غادا بين الراميات الشرقيه والغربيه كانت بقات فيها لا زون فيلا، يعني كان التركيز على السونتر فيل على لا زون ايموبل. ولكن اجي نهضروا على المرافق على لي زيكيبمون، يعني النسبه ديال انجاز المرافق راه في هذه 20 عام نقول لك واحد 10 سنين الاولى ما كان منها حتى شي حاجه، وحتى 2004 حتى 2014 ما كاين حتى حاجه، ما كاين والو. والقانون اش كيقول لك بالنسبه ملي كيكون داك المرفق كيكون ديال القطاع الخاص راه العام 11 خصو يسترجع الاستغلال ديالو والتنطيق ديالو. في قنيطره خلافا للدار البيضاء والمدن الاخرى ما كاينش هذه الاشكاليه. كانت عندنا اشكاليه ديال التراجعات بعض الشوارع اللي كان لازم اننا نوسعوهم، يعني الا شدينا غير شارع مولاي عبد العزيز كاع دوك الطرقان كلهم داك الكور العالي كاع دوك لي بيربونديكولير اللي غاديين، عندنا بعض الشوارع اللي ما جهه فلافيلوط مثلا جهه ميني فوت وداك الشيء اللي كان من 12 يطلعوا ل 15 او من 12 يوليو 18، خصنا التوسيع ديالهم، ولكن بقاو دي بانوار، لان واحد كيحول المشروع ديالو من فيلا لعماره كيدير تراجع، كيبقى الاخر ما باغيش يبيع كيبقى في بلاصتو، كتولي ديك لا شوسي وديك الطريقه. مؤخرا نيت زنقطان جا على الرحماني الجامعه ناضت شنو عاودت غير عاودت الشانطي زعما وعاودت الرصيف، وذاك الوقت حنا كمجلس جهوي كاتبنا راسلنا الرئيس المجلس قلنا له هذه فرصه باش نوسعوا الطريق نوسعوا الشانطي، لان كاينين دابا بعض الشوارع الا لاحظتي ما كتقدش ستاسيوني من جوج جهات. مع الاسف منين تواصلنا معهم قال لك الميزانيه ما عندناش امكانيات باش خدامين ارا نوسعوا شي شويه. في هذا السياق حنا كنعقلوا تجارب كهيئه اللي عشناها، اللي مثلا كتجي اداره معينه، انا كنتفكر في 2016 17 كان يلا بدا داك المرسوم ديال الصفقات العموميه اللي بدل شويه النوعيه ديال الولوج للصفقات العموميه، وكانت ديك المؤسسه ديال لونوسك هي ديال الاعمال الاجتماعيه جاو بغاو يديروا واحد الحي الجامعي في الوفا 4 الوفا 5 في كاينه دابا في واحد الارض اللي كان فيها تيران سبور وكان اسباس فير. والغريب من الامر ان كانت عندهم قال لك سيدي داك لو شوا دو تيران كيتسمى الموافقه على داك الارض، المشروع ديال 60 مليون درهم 6 مليار. هذاك الوقت حنا كهيئه منين داروا لنا واحد المشروع ديال لابيل دوفر ديال واحد الاستشاره معماريه ديال واحد الكونكور، مشينا حضرنا معاهم وتما يعني كنا واحد 15 ولا 20 مهندس معماري جاو مهندس من الدار البيضاء من طنجه من الناس 6 مليار، يعني راه بروجي هذا القنيطريين داك قلنا لهم حبسوا راه ما يمكنش ديروا حي جامعي تما. وحنا عشنا نقول لك انا من التسعينات والاصدقاء ديالنا اللي كانوا في الجامعه اللي كانوا في قنيطره ولا في الحي الجامعي ديال شارع المسيره شفنا داك المشكل ديال التنقل ديال الطوبيسات وداك الاضرابات اللي كانوا. واش نتوما اللي حطيتوا هذا البروجي يعني عندنا مشكل غنزيدوا نكريو غنزيدوا نبعدوه؟ والمهم شد معنا الضد هذاك المسؤول الكبير، فاذا بذاك الوقت التجئنا للرئيس المجلس والتجئنا للوزير ديال التعليم العالي، والصفقه الكونكور يعني بقاو غاديين فيه حتى اختاروا كاع المهندس اللي غيربح البروجي، وفي الاخر الحمد لله تلغى. ودابا راه فين دار حدا الحي حدا الحرم الجامعي حدا الجامعات. هذا هو الصواب، يعني ان هاد المرافق راه بحال دابا عندنا لا نشوفوا القاعه ديال بيرامي ديال جزيئه بيرامي، هذاك راه كان واحد الفضاء اخضر. جا واحد النهار غادي نديروا خصنا نديروا مشروع ديال القاعه فين غنديروا في واحد لو رون بوين. المشكله دوي على العقاري ما لقيناش، اذا غنمشيو ناخذوا واحد الفضاء اللي ربما كان مخصص لحاجه اخرى، ماشي التصميم اللي كان كيفرض باش يكون داك المرفق تما، ولكن لوبورتونيتي فونسيير. هذه المساله هذه عشناها مع المجلس السابق،
وبحال الخطا دابا اللي كاين ديال الملعب ديال الكره. ملعب الكره علاش هاد مئات الملايين ديال الدرهم حنا جالسين كنخسروها تمايا فيه، الوغ كو كنخسروا هذاك ومازال ما خرجش الوجود، مازال ما خرجش ان تيران دونطرينمون، وعندنا جهه مرجان، عندنا بلايص اللي يكون حدا هذا الملعب القنيطره اللي غادي يضرب 14 لعب بحال ذاك الملعب الجزائري اللي ضرب 14 لعب. ولكن هادو دابا حنا كهيئه المهندسين المعماريين كون كانوا غير يتشاوروا معنا قبل نقدوا غير يسمعوا المقترحات ديالنا ويديروا ولا ما يديروش، ما عندناش اشكاليه. مؤخرا نايض واحد النقاش على الانفاق على لي باركينغ، راه عندنا حتى حنا ماشي عندنا موقف، عندنا راي وعندنا كريتيك. السيد العامل مؤخرا كنا درنا مع واحد اللقاء المهم وسمع منا زعما بامعان شي مقترحات منهم ديال المحطه الطرق اللي كانوا يديروا حدا ماكدونالد. هذيك عاوتاني كذلك ماكدونالد في كاينه دابا لافوريير تما كاين البروجي ديال محطه الطرق دابا راه غادي الحمد لله غادي تحيد. وحنا عاوتاني كهيئه المهندسين المعماريين منين دار داك لو كونكور ومشينا حضرنا لنا ديما كيديروا واحد الزياره ديال ميدانيه ديال الارض قبل تما في ديك الزياره قلنا لهم هاد البلاصه راه ما خداماش، راه عندنا مشكل، راه عندنا مشكل الاقتصاد، عندنا مشكل ديال السير والجولان، عندنا ذاك الوقت مازال السي اش ما دشنش. والسي اش من هذا المنبر نيت كنحييو المهندس حميد المزدالي اللي هو واحد الجيل المهندسين المعماريين هذاك مشروع في المستوى في واحد الموقع ما نجيبولوش حدا شي حاجه اللي غادي تخلق هذاك براسو، راه هو خصو واحد نفكروا له في السير والجولان، نجيبوا له حنا المحطه الطرقيه وعندنا التيران الكره حداه. يعني ربما سيدي الاستشاره مع الناس ديال الميدان والتقنيين وديال القطاع الخاص. ديال القطاع الخاص داكشي اللي كان غادي يقولوا، وحنا عايشين راه غاديين جايين يوميا كنشوفوا زعما هذه المشاكل اللي كاينه. دونك لاحظنا كما لاحظ يعني كاع متتبعي الشيء العام بالقنيطره يعني ترافعكم سواء باسمكم الشخصي كواحد من ابناء مدينه او كمتخصص وتتحدث باسم هيئه اللي صوتت عليه واحد اكثر من 130 ديال المهندسين المعماريين، يعني بغض النظر على مجموع الهفوات، لان الا بغينا نبقى نهضروا على الهفوات ديال هذا مشروع تصميم التهيئه ديال 2024 راه جاب مجموعه ديال الهفوات، منها الشيء اللي ذكرته ومنها الشيء اللي ما بغيتوش تذكروه، ونحن نتفهم بين الشيء والامور راها اصبحت معروفه عند الراي العام يعني. وهذا تسميتها اللي اداء ثار مجموعه من الانتقادات والذي لم يكتب له الخروج الى حيز الوجود. بغيت زعما في عجاله الى تقدوا مثلا دير لنا واحد المقارنه ما بين تصميم التهيئه ديال 2004 وتصميم التهيئه ديال 2024، يعني ما الجديد؟ هذا التصميم ديال 2040 طبعا يعني بنى واحد الاسس على ديال 2004، هذه ما يمكنش. هل تدارك يعني داك الشيء اللي ما تنزلش في 2004؟ لا ما دخلش فيه، لم يخوض شنو دار وشنو ما دارش، يعني كنمشيو بتحسين حاصل. كاين واحد ديال 2004 طبعا المدينه توسعات، لان مثلا غير دابا التجزئات ديال الجنانات وديال كاينه تما 400 قطار غير ديال ولاد مبارك بالرامي، طبعا خصو يضم عليه. دار شي تغيير جهه العصام. القريه الرياضيه ولا عنده واحد التوجه اخر، يعني بحال هي بغات تقريبا يحلها لواحد التعمير بالسياحه، ولكن هذيك المنطقه ربما راه الناس ترافعوا عليها، قال لك قنيطره محتاجه لواحد لو بومون فير، خصها واحد ما يمكنش نبدروا داك سي اون ريشيس، واحد الثروه. جا الجهه الاخرى ديال لابوكل ديال سبو ومشانا في يعني كاين شي مناطق اللي ما عطاهمش ما حددش ليهم شنو غيكون، كيقول لك عاد غنديروا واحد الدراسه، عاد غادي نديروا واحد المشروع. هما دابا دوك اللي كيتسموا تصاميم قطاعيه، وكاين شي بلايص اللي فريمون خصهم تصاميم قطاعيه ما خصش لهم تصاميم قطاعيه. هذا المشروع ديال تصميم التهيئه 2024 راه خصنا نرجعوا للتاريخ، راه من 2016 2017 هو كيطبخ، وما كانش بوحدو، كان سيدي مع التصميم المديري انسدو، يعني الاداره لونسات واحد لابيل دوفر فيها انسدو وفيها مجموعه ديال التصاميم التهيئه ديال الجامعات مهديه طيبي، وصلنا حتى العامر حداده. وهذاك مكتب الدراسات باش نرجع لكم، هذاك مكتب الدراسات اللي نال ديك الصفقه بعد نقاش وبعد جدال، هما دي اسبانيول، هادو واحد الشركه اسبانيه، وكان المنافس ديالها واحد الشركه المانيه اللي كان فيها كان مهندس من المانيا، واحد الشركه كبيره، وكان المهندس جمال القرقوري ابن مدينه القنيطره، اللي جمال القرقوري يعني كنظن انه لا داعي باش نعرفوا به، راه معروف راه المشاريع ديالو على الصعيد الدولي، ماشي غير ربما ما كيشتغلش في قنيطره بزاف، ولكن على الصعيد الدولي في مدن اخرى، لان الحمد لله عنده واحد الكفاءه وعنده غيره على المدينه. وكنعقل ذاك الوقت كنلتجئ لينا كهيئه، لان كان ديك بحال بقاو هما جوج ديال لي كونكورون،
هو مع واحد الشركه المانيه، وكتعرفوا الالمان لا ريغور ديالهم. وبقات الشركه الاسبانيه واش وحنا المغاربه راه عندنا كفاءات وطنيه في هذا الشيء ديال التصاميم التهيئه. غير قنيطره راه فيها مجموعه المهندسين المعماريين اللي كيشاركوا على الصعيد الوطني في هذه التصاميم التهيئه ديال المدن الاخرى، والحمد لله اللي كينجحوهم. الشركه الاسبانيه ما كانش في المستوى باش ولات في المناوله لا سو تريتونس، جابت ليكيب الاولى وجابت ليكيب الثانيه. تقريبا نقول لك انا المشكل كله جاي منهم ومن ربما مكتب الدراسات الاخير اللي بغى شويه يعتق الموقف، اللي زميل ديالنا وكنحترموه، ولكن هذا الشيء كثير. وكنا واحد الوقت درنا واحد اللقاء، واحد اجتماع كان ملي كنا باقي محسوبين على جهه الغرب، وكان ذاك اللقاء في الجهه، وكنا مدينا يدينا المكتب الدراسات، قلنا له المهندسين المعماريين سير تحت الاشاره ديالكم، يعني الكفاءات ديالهم والتجارب ديالهم. راه عندنا مهندسين اللي كانوا مدراء ديال الوكالات، عندنا اسماء بارزه على الصعيد الوطني في الهندسه المعماريه وبالتجربه ديالهم، وعادي يتساعدوا معكم للمصلحه العامه ومصلحه المدينه. الا ان كان عندهم راي اخر، وهنا كيحرجوا السلطه الاقليميه، وكتحرج حتى الوكاله الحضاريه. الوكاله الحضاريه هذاك مكتب الدراسات اللي ما تجاوبش معها ودار ليها الخدمه اللي عادي يطرح هو مكتب الدراسات. خصنا شي حاجه ما جبناش مشاكل. هي ما يمكنش تبقى شاده داك واحد الوقت. كتدفعوا، اسمح لي بالدرجه بحال دفعوا الفران، والفران في الاخر هو هاد لونكيت بوبليك، علما بان واحد 3 سنين وهو ما عرف فين هو تالف هذاك هذا البروجي لغايه انه هو اللي واقع فيه دابا حاليا. تبدلوا شي حوايج. واش تصور انه مده سنين نورمال غادي يتبدلوا؟ عندنا منطقه جنان 3 تجزئات تبدلات، داروا كان واحد التغيير ديال التصميم ديال الجنان 3 اللي ولاو بقع سكنيه، والناس تبناو، وهو جا دار لنا تما طريق ودار لنا فيه ساحه. حتى الناس كيتفاجئوا، كيقول لك انا وانا ساكن دابا عندي الرخصه وانتم كتقولوا لي لا اسمح لينا هذا خطا. ولكن خطا فيك انت وانتم، راه نورمالمون راه خصك تكون عارف كاع الجزئيات المرخصه خصك تدخلهم. اذا الملحوظ وحسب الاحصاء ديال 2024 القنيطره تتجه الى تسميتها بالمدينه المليونيه، لان راحنا غاديين حسب الاحصاء ديال 2024 عندنا راح تقريبا وصلنا لواحد 800,000 نسمه. يعني كاين تضارب حول الرقم، ولكن هذا هو السعيد. كاين واحد التوسع عمراني مهم، يعني بصفتكم واحد المختص ومطلع ومهتم، يعني هذا التوسع الى اين وما هي المناطق اللي دابا بغيت نرجع معك داك التوسع اللي بغيت تهضر عليه ديال التوسع العمراني؟ فين مشينا؟ فين غتمشي القنيطره؟ وما هي سلبيات وما ايجابيات هذا التوسع اللي حنا دابا هي شوف منذ نشأة مدينه القنيطره، لان يعني مجموعه المدن في العالم كتكون نشأة قريبه ديما الان بوين دو، واحد نقطه الماء. يعني قنيطره كان واد سبو. اذا من الاول كانوا عندنا دي بارير، كانوا عندنا حواجز طبيعيه. عندنا لا بوكل سبو الواد، عندنا السكه الحديديه، وعندنا الغابه المعموره. يعني كان باين التوسع فين غيمشي. استطعنا ولا استطاعت الاداره انها بعدا في الاتجاه ديال الجنوب الشرقي، يعني الساكنيه عين السبع، هي دارت واحد لا بوند هي غاده ياك. بدينا بالارشاد، كانوا بعدا المجموعات ارشاد الوفاء 1 الوفاء 2 الوفاء 3 4 5 ولاد عرفه، دابا عين السبع، دابا المخالفه. حنا غاديين في ذاك الاتجاه. طريق الرباط كانت ولاد وجيه، حتى ولينا دابا حنا وصلنا للثانيات، وصلنا للحلاله، الاليونس. يعني هذا هو لو تيران بلان سهله. قربنا غادي لسيدي الطيبي، الواد شادك من التحت. الجهه ديال الحداده دابا وصلنا مع الغولف، يعني قربنا عاوتاني المهديه، وتلاقينا مع ولاد وجيه، وغنخرجوا في طريق الرباط وغنقطعوا البيراميل الجنوبيه. دابا ديك الجهه البيراميل الجنوبيه اللي هي ولاد مبارك سي ان ساك، يعني فيما لقينا فينا نتوسعوا. العصام كاينه واحد لا ريتيسونس، كاين واحد في اتجاه الشرق. حيت هذاك الاتجاه ديال الاتجاه ديال الغرب، يعني الاتجاه ديال العصام ديال كيلومتر 9 حتى غنوصلوا للجامعه ديال ولاد سلامه وديال جامعه الحداده. كاينه لا ناب هذه، زعما كاينه لا ناب، كاينه الفرشه المائيه. كان خصنا حلول، لان وعندنا منطقه صناعيه. راه مؤخرا ما بين كيف قلتي لي الندبات اللي كانوا هي دوك صحاب لاكولي، ديك لا كوبيراتيف قداش ديال الحليب، جاو داروا لهم تما عندهم واحد المنشاه صناعيه قائمه وتعاونيه، جاو داروا لهم تما السياحه. راه واحد 400 ولا 500 عامل اللي جاو داروا العارضه ما بين داك الالاف الناس اللي داروا العارضات. كيقول كيفاش حنا رزقنا من غدا نمشيو عندنا؟ واش هاد المكتب الدراسات زعما السياحه تما؟ ولكن هذه المنشاه صناعيه قائمه وقاده براسها وما كتلوثش، وعندها واحد لي نورم انترناسيونال.
التوسع يعني بغينا ولا كرهنا راه خصنا نفكروا في اتجاه ديال لا زون فرونش. شنو جاب تصميم التهيئه هذا اللي كيتحدثوا عليه دابا ولا خلق جديد؟ شنو جاب في العلاقه مع التوسع؟ واش خدا بعين الاعتبار؟ واش هو بحال بغى يزيد الكثافه في شي مناطق ديال وسط المدينه. يعني بسؤال اخر، يعني بصيغه اخرى، هو يخدم الساكنه ويخدم تطلعات الساكنه، ولا كيخدم شي لوبي ديال العقار كما يتم التسميه ديالو مثلا؟ لا. مثلا في الشارع العام. لا شوف الله يرضي عليك، هذاك الشيء هذاك الشيء اللوبي العقار داك الشيء انا ما كنتفقش معاه. علاش؟ يعني شوف المنعش عقاري فاعل اقتصادي، ماشي فاعل، هو فاعل اقتصادي. وجدتي له اراضي بواحد الثمن معقول وبواحد التنطيق معقول، اي استثمار يبني. ما كانش يمشي. راه دابا عندنا منعشين مشاو لسلا، عندنا منعشين مشاو للصخيرات. اللي ما يقبلوش العقل والانسان هو تكون المضاربه، ان الانسان تكون عنده المعلومه قبل ويمشي يشري واحد الارض كان عندها تنطيق وبقدرته قادر يتبدل التنطيق. ولكن حنا هادشي ما عايشينوش، يعني ما قليل اللي عايش السابق. يعني اللي شرى شي حاجه من المنعشين راه العقار ديالو مضمون، راه القيمه ديالو راه مضمونه. بالعكس فتح دابا خلقنا الجدل وفتح لينا مناطق اللي ديال اراضي ديال الدوله، اراضي ديال الضمن ديال الجموع، ملي كيمشيو كيبغي يحلوا من التعمير. شكون غيستافد منهم؟ الا تستافد منهم الدوله هي الاولانيه. تماما. تستافد منهم الجماعه، يستافدوا منهم المؤسسات ديال الدوله. ماشي غدا تجي واحد الشركه غادي دير واحد الارض وعاد تاخذ ديك الارض وتا تفكر غير تبني وتمشي بحالها. حنا لا نديروا شي استثمار نشوفوا بعدا العقار، لان ما يمكنش واحد عنده واحد التيتر فونسي. ودابا انا كنشوف العصام مجموعه العائلات وارثه 20 عام وما كيتسناو. عرفتي راه كانت تكون واحد الضمه كبرى. الناس كيقول لك حنا واش غادي نديروا بهذه، ولا خليونا نفلحوا، ولا كانت فلحه خليونا نفلحوا. ماشي 20 عام نتوما كتقولوا لنا عندكم منطقه صناعيه واقتصاديه ونشاط وفيها عمارات وفيها سكن، واليوم كتقولوا لنا السياحه. واش الناس كترجع للور ولا كتزيد لقدام؟ كاين غير في العلاقه مع باش نهضروا شويه على هذا. انا تكلمت على اللوبي العقار لان كاين حديث ديال الشارع، واللي هو الدوله واحد المجموعه ديال المنابر الاعلاميه، وهو اللي كان سبب في هذا البلوكاج. مثلا اللي عرفوا تصميم التهيئه ديال الجامعه الترابيزي، والذي طبعا الله يستفيد منه كما قالوا هما لوبي العقار. لم يعد كما قالوا هما لم يعد ينحصر في حصولهم بطرقهم الخاصه على الرخص الاستثنائيه. دابا هذه الرخص الاستثنائيه في هذا البلوكاج هذا هو المشكل. قال لك وانما بات هؤلاء يراهنون بشكل كبير على استغلال ما تضمنته الماده 28 من القانون الجنائي، من القانون 1290 المتعلق بالتعمير. دابا هنا كاين شي اشكال في العلاقه ما بين المنعشين العقاريين، يعني اللي سماوهم اللوبي يعني، وما بين منعشين عقاريين اخرين اللي هددوا مثلا في اطار واحد الشكايه موجهه لعامل الاقليم انهم غادي يغادروا، ولا لان هذا التصميم التهيئه كيضر المصالح ديالهم. ومجموعه ديال التجزئات دابا مبلوكيه. شوف احنا عاشرنا وعاينا وواكبنا من بعد الفتره ديال 13 شتنبر 2024 منين ولات واحد القراءه خاصه للمشروع تصميم التهيئه. المشروع ها هو، ولكن كاين نظام. بزاف الناس ما كيردوش البال داك النظام شنو فيه. النظام راه جمله وحده ولا فاصله كتغير لك تماما. وفعلا انا ربما الا كنتي كتهضر على المنعشين المتوسطين والصغار مباشره بعد داك 13 شتنبر 2024 وقع واحد البلوكاج. فاش؟ في الانتربريتاسيون، في التاويل ديال واحد النص ديال هذا المشروع تصميم التهيئه. هذا المشروع تصميم التهيئه اللي دار نورمالمون كيجي واحد تصميم التهيئه ما كيهضرش على التجزئات ما كنهضروش عليهم. التجزئات مرخصه عندهم دفاتر التحملات كيبقاو خدامين كيف كانوا. التجزئات الجداد هما اللي عادي يكون عندهم يعني واحد القانون جديد، واحد النظام جديد. هنا فين وقع واحد اللبس مباشره. المساله داك 13 شتنبر الاداره ولا بعض الناس اللي كانوا كيديروا دراسات المشاريع ما يعني قراو ديك ويلوا للمصلين، جاو قال لك حبس سيدي حنا التجزئات كلهم نتعاملوا معاهم بالنظام الجديد. منهم واحد العرض ديال الغرف، منهم واحد العلو. اذا المشاريع اللي كترفض. وهذاك الوقت حنا كمهندسين معماريين يعني تواصلنا وراسلنا الجهات المعنيه، قلت لهم عافاكم راه القانون شنو كيقول، راه كاين واحد الخلط ولا واحد اللبس. وكان معنا التجاوب، ولكن هادشي راه بقينا واحد شهر ونص ولا شهرين المنعشين كيف قلتي هددوا كاع بالافلاس والمغادرات. المشكل تحل. يعني كان لا داعي باش تكون داك كان خصها يكون الحوار والنقاش. وديما ملي كيخرج واحد الوثيقه جديده تعميريه كلشي في الاول كيخاف، كيقول اللهم نحبس ولا نخطا وتولي سابقه.
كيولي ان كوب بارتي، يعني كلشي كيمشي تابعه. بالنسبه يعني الاستثناء، هضرتي على الاستثناء، قريت راه ما عرفتش زعما شي نقارنوها مع مدن اخرى في المغرب، رخص استثنائيه قلال زعما وقلال بزاف. الا نهضروا على شي حاجه نهضروا على الوعاء العقاري وعلى اللي هاد الصفقات ولا هاد لي زابيل دوفر باش تاخذ ارض. راه مؤخرا باش نرجع لك انا لو باس، هذاك التصميم القطاعي ديال المحطه الكبرى وما كيهضروش عليه الناس بزاف. الا شي تما عندهمش قليل اللي عنده تما شي مصلحه، ما كاينش معلومه، ما ولكن راه هذاك راه زعما الحاله ديالو، راه هذاك النظام ديالو راه لا يعقل انه خرج. وشكون اللي دارته باش تشوف زعما الثغرات اللي كاينين؟ دارته يعني لو ان سي اف، هي ملاكه ديال واحد مجموعه الاراضي من الضفه الاخرى ديال السكه الحديديه، وهي صاحبه مشروع ديال تصميم التهيئه القطاعي. طبعا غادي تشوف ديالها، وطبعا ان دارت لينا تما شي عمارات بالعلو، دارت لينا شي زناقي ديال 8 متر وديال 6. داكشي لا يعقل، وكنا تعرضنا وقلنا هادشي راه ما خدامش. وها هو دابا دازت 5 سنين لافونسمون زيرو، ما كاين حتى شي مشروع ما كاين تمايا، قليل. هذاك اكديتال هادو من المشاريع القليله. وحتى ملي كيديروا دي زابيل دوفر دابا كيداروا في مركز الاستثمار، هذاك دفتر التحملات كيكون معجز، صعيبه باش دير شي مشروع بهذاك النظام وداك الشيء. دونك ما ناجحش. ومن هنا 5 سنين حتى حاجه ما عاد دار تمايا الا ما تمش التدارك ديالو وادماجه في هذا المشروع الجديد ديال تصميم تهيئه مدينه القنيطره. ندوزو واحد النقطة أخرى مهمة جدا، اللي حيتاش اليوم القنيطرة كما قلنا مدينة تاريخية ومقبلة على أن نسميها ولا المدينة المليونية، تتميز بمجموعة يعني من البنايات الضاربة جذورها في التاريخ. هذا الشيء لا نختلف عليه، وهذا الشيء معروف عند العادي والبادي، وحتى الناس اللي خارج القنيطرة يعرفون بأن القنيطرة في واحد المجموعة ديال البنايات تعتبر تاريخية، ومنها من تجاوزت القرن. لست ابن مدينة القنيطرة، ولكن أعرف حسب المعلومات البسيطة اللي عندي فيها واحد مجموعة البنايات التي تجاوزت القرن من الزمن. لكن الملاحظ أن جهات ولا ربما ما نعرف لا تقدر هذه القيمة التاريخية والعلمية للمجموعة ديال البنايات، يعني تريد مثلا بحكم هذا المنطق اللي هضرنا عليه دابا اللي هضرنا عليه تحويلها الى اسمنت مسلح، يعني يؤتت الفضاء ديال مدينه القنيطره اللي هي اصلا تعاني من الاسمنت. وتعالت مجموعه ديال الاصوات وانتم واحد منها، وانا اعلم انكم بذلتم واحد المجهود كبير في انكم تحافظوا على محطه القطار القديمه كمعلمه تاريخيه. بالاضافه لهذه المعلمه التاريخيه اللي دفعتم عليها الاستاذ ديالي، بغيتك بعدا تذكر المشاهد الكريم بواحد المجموعه ديال المعالم التاريخيه ولا البنايات التاريخيه اللي يجب الابتعاد عن المساس بها واعتبارها ولا تصنيفها كمعالم تاريخيه. ماشي بعيد كنا درنا واحد اللقاء نيت مع المجلس، وكانوا معايا يعني اعضاء ديال المجلس الجهوي ديالنا الهيئه المهندسين المعماريين، وكان عندنا اجتماع مع المجلس ديال الجامعه القنيطره على هذا محطه القطار الكبرى. مع الاسف ذاك التصميم التهيئه القطاعي خلاها وخصص لها واحد العلو فائق. ربما ذاك المشروع لن يرى النور، لان صعيبه باش يعني بحال واحد الحلم. ولكن خاصنا وناقشنا حنيت مع الناس ديال الثقافه هذه واحد في هذاك الوقت، ومن بعد فوق ما كتجمعنا الفرصه كنتلاقاو بهم كان معفاك راه خصنا نشوفوا نصنفوا هذيك البنايه كتراث. مارشي سونترال خلافا للمارشي ديال الحريه، راه كاين ربما في المجلس السابق كانوا شي محاولات باش يتم التفويت ديالو، وكان نقاش مع دوك الناس اللي تمايا اللي كيستغلوا دوك المحلات التجاريه، وكاين اللي كيقول لك ما عندوش شي قيمه معماريه. وشكون انت باش تقول عنده ولا ما عندوش قيمه معماريه؟ واخا ما تكونش عنده، حنا واش حدا واحد المؤسسه اللي هي الولايه ديال الامن الوطني، واش حنا غادي نجي نديروا تما عماره ديال الطوابق؟ واش حنا ما يكونش عندنا واحد المتنفس ديال زعما العلوم؟ انا كيف قلتي الناس المتتبعين واش ما كيسافروش، ما كيمشيوش لدول اخرى كيشوفوا؟ كتمشي لشي قرى في الجاره ولا شي حاجه اسبانيا وكتلقى واحد السوق مركزي في واحد الحله وواحد النظافه، وفيهم تما ما يحيدوا ويبنيو العلو وكيديروا كاع باركينغ تحت منه ولا في الجنب ديالو.
مارشي سونترال يجب حتى هو تصنيفه. حنا كنناقشوا هذه المساله، ماشي هذه الراي ديالي الوحيد. المهم مجموعه المهندسين المعماريين يشاطروني هذه الفكره، وعندنا الحمد لله حتى ناس في المجلس اللي حتى هما كيقول لك اسيدي راه ربما خصنا نضيفوا عندنا المرصد قنيطره. هذا المرصع، هذه المساحه اللي كاينه بداك الجدار اللي سد على القنيطريين باش ما يشوفوش الواد الى متى. الا كانت هذيك الملك ديال لوديب، ولكن راه جات جماعه القنيطره، هذيك المرصع فيها واحد جوج ولا ثلاثه ديال المعالم، منهم داك لو سيلو ابلي، هذاك لو باتيمون في دول في الانجليز، في اسبانيا، فرنسا، اللي كانت كاين واحد التحويل صناعي. كانوا بعض المدن، كاين بزاف د المدن في اوروبا بالاخص اللي المدينه هجمات على دوك المناطق الصناعيه اللي كانوا على جنب الواد، لان ولا على البحر. اش كنديروا؟ كتسمى لا ريكونفيرسيون. دوك لي فريش بورتوير كيكونوا كنشدو كنريبو شي، ولكن كاين واحد البنايه ولا جوج ولا ثلاثه عندهم واحد القيمه كنخليوهم، كتبقى كيدار فيهم موزي، كدار فيهم قاعه الرياضه، كاين ما يدار فيهم. هذا المرصد قنيطره يمكن يجي واحد النهار ونمسحوها. حيت كاينين كنعرفوا الوقت اللي كانوا قادرين كيدخلوا كانت محلوله، كاينين دوك لي هونغار ما عندهمش شي قيمه، ولكن كاينين بنايات ديال الثلاثينات وديال العشرينات اللي خصنا نحافظوا عليهم. كيف كاينه ديك القصبه اللي حداهم. نمشيو للحلبات الفروسيه، ما بقاوش الناس كيمشيو ليها بزاف، فيها حتى هي واحد جوج ديال البنايات، واحد لو شابيتو. وهذوك لي غرادان اللي كانوا ملي كان داك الوقت ديال لاكورس، هذيك يجب حتى هي لماذا لا تسجل في التراث. اذا حنا كهيئه المهندسين المعماريين في واحد النقاش مع المجلس باش نديروا واحد الجرد ديال واحد المجموعه ديال البنايات التي يجب تعهدنا اننا نطالبوهم رسميا باش يديروا المجهود ديالهم وندخلوا مع وزاره الثقافه. ولما لا، هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. وما كرهناش كيف قلتي الشارع القنيطري يعطينا. انا الحاجه اللي كناكدها ما خصناش كيف قلنا هو نضروا القطاع الخاص، لان بحال كنشوف مثلا سينما بالاس ولا كنشوف بعض البنايات ديال الملاكين كتجي صعيبه باش تجيو تبلوكي وترهلوا وموالاه والناس ولا شري منهم بحال اللي كيدار في دول اخرى. ما يمكنش هذا السيد هذا عنده عنده هذيك البنايه داكشي اللي كيملك، وتجي انت ترهنها له كبنايه اللي عتكلاسيها وما تعطيش البديل. ولكن فيما يخص الممتلكات ديال الدوله ولا ديال الجماعه، هذه عندنا الرهان يمكن نرهنوها وتكلاسا كوم باتريمون. واحد شكرا بعد على المعلومات القيمه، وشكرا لان انا اشاطرك الراي في تصنيف واحد المجموعه ديال البنايات. كاين اللي ذكرتهم انت، كاين اللي مازال غادي يجيو على مستوى يعني التفاعل ديال المشاهد الكريم مع هذا لا فيديو، ان كاين بزاف ديال البنايات ولا ديال المواقع اللي خصها فعلا تصنف ضمن التراث العالمي. واحد جوج نقيطات ما بغيتش نهضر عليهم، بغيت نخليهم حتى للتالي، لانه تشكيل واحد المساس يعني بالمصلحه ديال المواطن القنيطري بشكل مباشر. عندنا يعني هذاك اللي ما جاوش في التصميم ديال الثانيه، عندنا الاختناق الطرقي وعندنا المساحات الخضراء. هادو بغيت نخليهم اكسبري حتى الاخير باش نهضروا عليهم، وغادي نهضروا في واحد المحور اخير باش نختموا هذه الحلقه في علاقه التسيير ديال الجماعه ديال القنيطره مع تصميم التهيئه، ويعني وهل نرقى فعلا الى تصميم تهيئه ولا تنفيذ ولا اقتراح تصميم تهيئه ولا شي حاجه بهذا القبيل لارضاء ولا تطلعات ديال المواطن القنيطري. يعني غياب حلول عمليه يعني الاشكاليه السير والجولان واللي اصبحت يعني تؤرق مستعملي الطريق بالقنيطره. هاد زعما هاد الناس اللي كما شرطوا لها قبيله الاستاذ، الناس ديال مكتب الدراسات واش ما كيعرفوش بان قنيطره تعيش اختناق مروري وما فكروش في انفاق ولا ممرات تحت ارضيه ولا؟ بغيت انا رايكم في هذا السياق باش ندوزوا للنقطه الاخرى اللي هي المساحات الخضراء. شوف بالنسبه للتنقلات، كاينين اللجان ديال السير والجولان. هو تصميم من غير تصميم التهيئه اللي كيهم التعمير، كاين واحد التصميم ديال التنقلات. الجامعه بلون ديفلوبمون ديال لي سيركولاسيون، هذا الجامعه كانت يعني كان عندهم واحد الميزانيه فيه ودارت واحد الدراسه، ولكن ما يمكنش ما نربطوهاش بتصميم التهيئه تماما وبالتنطيق وبالتنقلات. ان حنا دابا هاد النقط السوداء اللي عندنا في المدينه نمشيو لاي نقطه سوداء ونجلسوا ونشوفوا شكون اللي كيدوز منها، منين جاي فين غادي. راه واحد المجموعه ديال الناس كيديروا تنقلات اللي ربما كون كانت المدرسه قريبه لهم والمرفق قريبه لهم ما يديرهاش كل نهار.
انا كناخذ لك المثال ديال المنطقه الصناعيه. راه كتمشي في الطريق دابا ديك المزدوجه ديال كيلومتر ناف، وكاينين جوج كيديو جوج ديما كاين الاختناق. هنا ديك الكثافه كلها كتجي لنا. على كون هذوك لقاو السكنات تما ما يجيوش عندك عاوتاني. دابا شوف غير كيفاش الخريطه المدرسيه ديال المدينه ديال المؤسسات التعليميه، ودابا الناس مشاو بزاف للقطاع الخاص، ما بقاش داك مع الاسف القطاع العام هو اللي كيستقطب ولاد المغاربه والناس القنيطريين. كلشي ساكن في واحد بزاف المناطق، ولكن كلشي كيمشي يقرا في بلاصه واحده. كذلك الابناك، كذلك الادارات، كلشي كيجي لهذا لو بوين ديال السونتر فيل. محطات دابا القطار الكبرى، الناس اللي نافيتير كلشي كيمشي ليها وكلشي كيدوز من نفس الطريق. بينما كان ربما هما فكروا حكا نديروا حنا واحد نحلوا منطقه جديده للتعمير من اللور. انا شفت بزاف د المدن في اوروبا بحال المثال ديال القنيطره اللي حتى هي عندها جات على ما بعيداش على البحر والواد، وحتى هي مشات بواحد التطور. اول حاجه بداو ان محطه ما بقاش عندها باب واحد، الا كان باب في الشمال كيزيدوا باب في الجنوب، السكه كاينه وكيديروا دي باركينغ ومن تما كيوليو ثاني كيحلوا ديك المنطقه للتعمير ومرافق ومطاعم وملاعب وماشي كلشي كيجي لنفس النقطه. حنا كنلاحظوا دابا في المحيط ديال المحطه 8 دابا صحاب لا نافيت 8 الصباح كلشي كيمشي كيحطوا روبيتو كيمشي بحالو. راه هادشي حتى هو كيزيد في الاختناق. انا كنت ضد الفكره ديال داك الباركينغ بالخلاص وداك الشيء، ولكن الا ما درناش مرائب تحت ارضيه راه ما نخرجوش منها. دابا ولات عندك جوج سيارات، هذا هو المعدل في كل منزل. وحنا دابا القانون ديال التعمير ولا ديال التصميم التهيئه او النظام التهيئه كيلزمك باش كل شقه دير لها طوموبيل. وكنا كنعرفوا بان دابا المعدل ديال السيارات مع لي كريدي مع الرجل كيصوب، وما بالك عماره فيها 40 اسره فين غيكاريو. كان عندنا اشكاليه دابا نيت ونجبدها، هي ديال لو فالون، جزيئه لو فالون. لا لاحظتي داك لو ماي سونترال دوك العمارات الاير بلس 4 ما فيهمش الباركينغ. هاوتاني الوكاله المستقله للماء والكهرباء رفضات باش يكونوا لي باركينغ. ترخصوش هادشي، راه هذه دابا 8 سنين 10 سنين عايشين. ترخصات العماره الاولى الثانيه لا حكا ربما غادي تفيض، وكاينين دي موين. دونك دابا كل عماره 400 متر وفيها 16 او 20 دار، وعندها فرصاده فيها 20 متر، يعني تهز لك 4 طوموبيلات وانت عندك 20 طوموبيل في ديك العماره على الاقل. دابا الا مشيتي وراه هادشي مازال غيزيد يبان. دابا راه عندك يحسوا به ان الشارع الرئيسي دابا لو فالون كيخرج لك الصياد ولا ساتوري، وكاينين بقع ارضيه اللي محفوره الارض فيها 2 متر 3 متر الحفير. هذاك المنعش يقول لك انا ندير ربح ندير باركينغ ونعطي سيدي السكان البلايص. لا راه كانت كتقول لك ترفع حتى قيمه العقار ونفكو وهذاك الشارع يلقى الباركينغ غادي يزيد يشري تما. دابا كيشري ولكن ما عندوش فين يستاسيوني. اذا هذا الشيء بزاف كيزيد في الحده ديال النقاط السوداء. قنيطره معروفين المعرض وما ادراك ما المعرض، والمجيه ديال كيلومتر ناف كامله، ودابا حدا فولكسفاغن ولا حدا وزاره السكن والتعمير. هذو النقاط فين خص يكونوا ممرات ارضيه. دابا الاقتراح ديال حدا البالي دي كونغري وحدا ماكدونالد ومع الاسف هذاك المشروع التصميم التهيئه تصور ان تما فيه خص يكون تونيل، هو مشى دار لنا اون تور واحد اي جي اش كيتسمى ان ايموبل دو غروند اوتور، جا حطوه تمايا وانت تما خصك ديك المدارات توسعها. النقاش دابا الشارع كيهضر لك على واحد النفق حدا لا ميزون فولكسفاغن حدا لابيتا داك الرون بوين هذاك تما الطريقه باش ربما الا ما كانش التشاور عليها ما تعطيش نتيجه. لان كنشوفوا الناس جايين من طريق الرباط لا سي ان اس اس كيدخلوا كيتفرقوا على مولاي عبد العزيز ومحمد الخامس، والاخرين اللي جايين من سعيد الداودي شكون اللي غنعطي الاسباقي شكون اللي عنده من التحت. راه ملي كدير ان تونيل خصك تخمم للراجلين، حيت كاين مناطق فيهم الراجلين بزاف جا وسط المدينه ما تقدش دير ان تونيل فيهم، خلافا هذيك ديال المعرض الراجلين قلال ولكن هذيك راه جيتي وسط المدينه. بالنسبه للفضاءات لي زيسباس فير كيف قلتي خص الوعاء العقاري. يعني الوعاء العقاري فين هو؟ من غير ديال الجماعيه اللي عندها، واش حنا نديروا نزل الملكيه للقطاع الخاص وفين هما هاد البقع؟ خاصنا في تشجيعات جداد ما امكن يكون واحد النسبه مرتفعه ديال الفضاءات الخضراء. وعندنا مثلا واحد الفضاء اخضر اللي كان حدا سيد العربي حدا المقابر سيد البخاري، راه كان هذا المشروع راه كان بغى يدير فيه مشروع، راه كان المجتمع المدني تما دار واحد التعرض عليه كيفاش حنا ناقصنا فضاء اخضر وانت بغيتي تحيد لينا فضاء ودير لنا فيه تما مشروع. النسبه ديال الفضاء ولا المتر مربع بالنسبه لكل ساكن في قنيطره ضعيفه بزاف. دابا غير علاقه باش وصلنا لنهايه هذه الحلقه، غير علاقه بهذا الشيء اللي هضرنا عليه ديال تصميم التهيئه، يعني الاستغلال ديال التاخر ديال الخروج
ديال تصميم التهيئه، لان كاين قانون كيكون بعد 10 سنين يعني ما خرجش قانون تصميم التهيئه ولا تعثر ولا يعني ممكن مثلا المجلس الجماعي يعطي رخص او لا يتصرف ولا. حنا اليوم في سنه انتخابيه، واش زعما هذا الشيء لن يؤثر مثلا او لا الاستقلال ديالو سياسيا ولا؟ بغيت الموقف ديالكم، واخا انا عارف بان لا علاقتهم بالسياسه ولكن مهتمين. حنا لا علاقه كيف قلتي، حنا كهيئه جهويه وكهيئه ما عندناش، ما كنديروش السياسه وما يعني حنا كيف قلتي موضوعيين والناس ساكنين. باش نقول لك المنتخب يعني الجماعي في الترخيص وداك الشيء ما بقاش داك الثقل وداك، لان المشرع عطى الثقل وعطى المسؤوليه الكبيره للوكالات الحضاريه، لان الراي ديالهم ولا ملزم. راه ما يمكنش يا رئيس جماعي يرخص الا ما عطاتش. والوكالات الحضاريه من الوكاله ديال الحضاريه ديال القنيطره كتخدم في اطار القانون، راه ما عتقدش تخالف القانون. مصالح العماله هما اللي عندهم واحد الدور في الترخيص، وكذلك لان كيمثلوا السلطه الاقليميه. يعني لن يؤثر هذه الانتخابات لن تؤثر على الترخيص ولا على التعمير بتاتا. اللي كاين دابا اليوم اننا في صدد انجاز وثيقه تعميريه جديده لمدينه القنيطره. مازال ما عرفناش واش ذاك مكتب الدراسات غادي يشوفوا كيفاش يعاود يشدها ويعاود يستمر فيها او لا. الوكالات الحضاريه عندهم الحق حتى هما ينجزوا تصاميم التهيئه. راه الوكاله ديال القنيطره كاين مجموعه الجماعات في الاقليم ولا في الاقليم سيدي قاسم ولا في الاقليم سيدي سمان اللي تصاوبوا اللي نجزتهم الوكاله الحضاريه. دابا كابن القنيطره حيد عليا لا كاسكيت ديال المهندس المعماري، واش ما كتفكروش انكم تخوضوا غمار الانتخابات من اجل الدفاع عن المصالح ديال القنيطره والقنيطريين من داخل المجلس الجماعي مثلا؟ شوف سيدي، انا طبعا يعني واش نسمي راسي جمعوي نسمي راسي في الهيئه، لان يعني من غير قبل ما نكون في المغرب كنت رئيس ديال واحد الجمعيه ديال الطلبه ديال المهندسين المعماريين في المدرسه اللي كنت فيها. يعني كنا كنمثلوا كاع مجموعه ديال الزملاء وديال من دول مختلفه. باش نقول لك المجلس ديال القنيطره انتخابات لن اخوضها ولن ادخلها، رغم ان واحد المجموعه ديال الاحزاب وداك الشيء كتحاول طبعا كتقول لك زعما عندنا معك واحد العلاقه طيبه. لماذا لا؟ عندنا اصدقاء في جميع الاحزاب وفي جميع التوجهات، وكنتبع باش نقول لك كنتبع الدورات كاملين تقريبا، لان ما كاينش شي دوره اللي ما فيهاش التعمير. ضروري كتكون شي نقطه تعمير، وكنناقشوا مع الاغلبيات ولا مع المعارضات بدون لغه الخشب. كنعطيو الاراء ديالنا. كاين احيانا كيستدلوا بها وكيستعنوا بها وكنقدروا نقنعوهم بشي حوايج. كاين حنا اللي طلب لنا الراي ديالنا ولا المساعده كنمدوها له في اطار زعما واحد العلاقه طيبه. وكنتمناو ان قنيطره يكونوا فيها ان شاء الله نخاب شابه بعدا، ونخاب اللي عندها الغيره على المدينه واللي قابله اننا نتحاسبوا معاها. اللي ما كنقبلوش هو اللي كيرفض النقاش ولا كيرفض ولا ما كيبغيش انتقاد محاسبه، يعني شروط اساسيه. والنقد البناء راه كنظن طبيعه الحال كل شيء بما فيها الاداره، وما بالك الاداره كتقبل النقد. يعني مسؤولين في الادارات كدير معهم واحد النقد وكتوضح لهم شي حوايج وكيقدر يقول لك ايه راه ربما انت على صواب. اذا فما بالك بهم منتخب اللي عنده واحد وماشي تا معين، منتخب عنده واحد المده اللي غادي يدوزها. يعني في الحقيقه راه الغالبيه ديالهم عندهم الاذان الصائغه ولكن قليل اللي ما كاين اللي كنقول بدل جارو فيك صافي اللي في راسو اللي في راسو. اذا اخواني واخواتي متتبعو ومتتبعات حديث المساء في موسمه الثاني، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه مع الاستاذ الكريم. شكرا على حضوركم، ولكن اعدكم مره اخرى اننا هذه الحلقه ما غاديش نبقاو عند حدود الحلقه، لان هذا الموضوع يتطلب منا كذلك احضار او الاستدعاء او دعوه واحد المجموعه من الاطر الاخرى التي يهمها هذا الموضوع في مجموعه. كاين جمعيات، كاين هيئات اخرى تهتم بالموضوع، والسي محمد الزواوي واحد منهم، وسيكون حاضرا معنا مرة أخرى في الحلقة المقبلة إن شاء الله. سيدي محمد، قبل ما نختموا هذه الحلقة بغيت كلمة أخيرة. كنشكروا انا بعد المنابر الاعلاميه كافه اللي المحايده اللي ربما كتبغي توصل الصوت ديال المجتمع المدني والصوت ديال النخبه المدينه وعندها غيره. وهذاك الحياد مهم، لان لا وصلت المعلومه لان ذاك الجهات الاخرى او الطرف الاخر ربما يكون غير في خلال واحد النقاش
تقد تبان له شي حاجه اللي كانت شويه ما واضحالوش، وحنا كيبقى بابنا مفتوح. وكلمه اخيره ان الهيئه المنتجين المعماريين راها مستعده باش تواكب وباش تنخرط في الاعداد ديال هذه الوثيقه التعميريه اللي كتهم المستقبل المدينه، والمهندسين المعماريين بالكفاءات ديالهم بالتجارب ديالهم راهما مستعدين باش يديروا اليد في اليد مع الاداره باش تكون واحد الوثيقه ان شاء الله في المستوى ترقى الى مستوى تطلعات المواطن القنيطري. اذا اخواني اخواتي متتبعي ومتتبعات برنامج حديث المساء الذي يقدم هذا العبد الضعيف احمد الصبار، اذا اخواني اول مره غادي نقول لكم الله يخليكم تابوناو في هذا لاشين وبارطاجيو هذه الحلقه، خصوصا ابناء وبنات مدينه القنيطره وكل من يهمه مصلحه هذا الوطن. والى حلقه مقبله.